يا رب، انت عارفني، انا بيتر وبس، مراجع الحسابات. انا عايز اقولك ان مكاني حساس قوي، يعني الغلطة بفورة زي ما بيقولوا. يا رب انا بحاول ارضيك على قد ما اقدر. انا علشان خاطرك مش بقبل باي غلطة في الحسابات، ولا بجامل حد على حساب حد. معايا في المكتب 2 كنت بعتبرهم مش اصحاب وبس، لا للأسف كنت بعتبرهم اكتر من اخواتي. ايوه اخواتي. وفي مرة وانا في شغلي جالي راجل شيك قوي. انا في الاول اعتبرته شخص عادي طالب انه يخلص شغل، لكن فوجئت انه كان جايلي عشان العب في شوية ارقام، وكان المقابل مبلغ كبير قوي. من غير ما تقول، انا عارف هتقولي ارفض. انا طبعا رفضت، ومن غير اي تفكير، لان عارف ان الرشوة مش صح، وانا عمري ما كنت هقبل على نفسي اي فلوس حرام. بس مع مرور الوقت لاحظت تغير في اخواتي، قصدي صحابي. فيهم اللي اترقى، وفيهم اللي جاب عربية وشقة. فكرت وقلت يا ترى من الفلوس دي كلها. وكانت الصدمة ليا ان هم قبلوا الرشوة وكمان لعبوا في الارقام. وكانت النتيجة اني اترفدت من شغلي، وكمان خسرت اصحابي. اترفدت من شغلي عشان سمعت كلامك، اترفدت عشان رفضت اخون الامانة، وخسرت اصحابي عشان مش عايز اسايس اموري. يا رب، أنا ميرا ميلاد ميخائيل. ميلاد ميخائيل اللي انت سايبه مرمي في المستشفى بقاله 2 شهر. أنا مش حزينة ولا تعبانة، لا، أنا مكسورة. أيوة مكسورة، علشان حاسة إن مفيش حد بيحبني بجد. حب هو أصلا بقى في حب في الزمن ده؟ أنا كنت فاكرة إن رامز خطيبي بيحبني، لكن كل حاجة بانت على حقيقتها. ولا بابا حبيبي اللي مش مخليني محتاجة أي حاجة في الدنيا دي. هدوم اشتري، عربية جيبي، مكياج مفيش مانع. بابا عايز يسافر، اتفضلي فلوس يا حبيبتي وربنا معاكي. ما كنتش حاسة بقيمة بابا ولا الفلوس، بس لما بابا تعب ودخل المستشفى حسيت ان انا اللي تعبت مش هو. والمشكلة ان سبب تعبه ده هو خسارة فلوسه في البورصة. كانت صدمة ليه كبيرة قوي، وصدمتين ليا انا. الصدمة الاولى هي ان رامز اللي كنت فاكراه بيحبني ومعيشني زي الملكة، فوجئت بيه بيحب فلوس بابا ومش بيحبني انا. وطبعا بعد ما بابا خسر فلوسه سابني مع اول موقف. وصدمتي التانية هي بابا. ايوه بابا، كنت شايفاه قدامي قوي، كفاية انه واقف على رجليه ومالي مركزه. وفي يوم وليلة بقى نايم في السرير ما بيتحركش.
ياه، قد ايه المنظر ده صعب عليا قوي. حاسه اني مكسوره من جوايا، وانا شايفاه كل دقيقه بيتألم قدام عينيا، وانا مش قادره اعمل له اي حاجه. متأيده، املي الوحيد هو انت يا رب. ايوه انت. بصلي لك وبطلب انك تشفي بابا. بقالي اكتر من شهرين على الحال ده، ويا ريت بيحصل اي تقدم. بالعكس، بابا حالته من سيء لأسوأ، وانا مش عارفه اعمل له اي حاجه.